اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبين لكم من أبو أحمد، هنجرب معانا أبو أحمد. أنا بحب الفراخ من عنده الصراحة المشوية، هو بيبقى نضيف جدا، والفراخ حتى اللي بيجيبها بتبقى نضيفة يعني. أنا عارفه من زمان، بس أنا قلت أجرب يعني الأكل بتاعه مع حضراتكم يعني. وادي الطحينة وادي البابا غنوج، بس هو اتدلق مني معلش، هو الطحينة كمان تمام، وبصل مشوي، والفراخ أنا جبت منه فرخة كاملة. هي الفرخة بتاعها بتتباع عنده وسعرها برضو مش غالي، يبقى عاملة 200 جنيه، وهندوق معاكم طعمها اهو. هو بيسويها كويس قوي على فكرة. ما تنسوش بقى سبسكرايب ولايك واشتراك في القناة وتفعلوا سر الجرس. انا دقت معاكم اهو طعمها الاول. بصراحة هو بيديها بهارات مظبوطة، ما بيزودش البهارات زي اي مطعم تاني. والبصل المشوي بتاعه، لا، مطعم ملوش حل بأمانة ربنا يعني. انا شخصيا بحبه يعني، بحبه جدا يعني. وادي هندوق الطحينة. الطحينة برضو طعمها حلو. واهم حاجة في الموضوع ده يا جماعة النظافة. هو بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.